شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى بسرعة قبل أن أدخل في بعض النقاط. كان القارئ يقرأ علينا من سورة الشمس وفي نهايتها: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الذي انبعث اسمه قدار ابن سالف الذي عقر ناقة ثمود، ناقة نبي الله صالح، كان أشقاها. والذي ضرب الإمام علي على رأسه وهو أشقى الآخرين، قال الله: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والذي أراه من وحي الآيات أن ابن ملجم الذي قتل الإمام علي أشقى الآخرين، وللأسف وصفه عمران بن حطين أو ابن حطان، وصفه عمرو بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. تفضلوا. قال ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، فما أذكره يوما إلا أحسبه أوفى البرية عند الله رضوانا. يصف الذي قتل سيد الأمة بعد رسول الله وأشقى الآخرين بأنه أوفى البرية عند الله رضوانا. والعجيب أن عمران بن حطان هذا روى له البخاري وبعض علماء السنة، بل هو أغلب اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة، أن من المحتمل أن يعفو الله عن عبد الرحمن بن ملجم اللي هو وصفه رسول الله أنه أشقى الآخرين. إذن ما نحن فيه اليوم وما وصلنا إليه هو تداعيات طبيعية أن الله تخلى وترك هذه الأمة لتشقى بعد أن تحرك أشقى الآخرين فقتل الإمام علي. والله يعاقب الناس بالمتفرجين. المتفرج يتداخل مع الذي التبس بالعمل. أين ذلك في القرآن الكريم؟ في هذه الآيات إذ انبعث أشقاها كان واحد، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ربنا قال فكذبوه مش فكذبه، فعقروها مع إنه واحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. اعتبر أن المتفرج مسؤول، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.